كتبتها قصيدة اسمها الواد بتاع البطاطا عن عمر بتاع البطاطا اللي اتقتل في التحرير. الواد بتاع البطاطا أول ما قال له كاتا خطر يجيب قوته وسرح بعربيته، وقفها في الميدان وحجز له فيها مكان، ولقاها بالقرآن وسندها بالبلاطة ونادى يا بطاطا. يا معسلة يا إذان مشوية على قلبه، يا مشممات دخان، طب هو إيه ذنبه؟ كفه اليمين مسوع من لمسته للفحم، كتفه الشمالي موجوع من شيء شوال على اللحم، والكوتش كان مقطوع اكمنه من باكة عسلية يا بطاطا. يا معسلة بالقوي ومحرمة إنه يدوب، يا مبلعاه الريق طعمه خشب محروق، يزيد في قلب الشوق نفسه يدوق عفرك ويقول مثلها تروق لو تعملي بأصلك. ده الواد قنوع جدا ما طلبش شوكولاته، عسلية يا بطاطا. يا معسلة بالقوي ومخرمة هدومه ومجرياه بعسكري ومزودة همومه، يا مسهراه بكلبوز ومسودة وشه ومخلياه أراجوز ومكحلة رمشه. حلمه بسيط جدا، لقمة وغطا وفرشة، بيحب كل الناس وعايشها ببساطة، عسلية يا بطاطا. يا معسلة بالقوي كان صوته بينادي، كان الميدان مليان والجو مش عادي، ولأنه مش محظوظ قرر يدوق عقلك. أول ما رفع الكوز قليت إيديه بأصلك، فجأة سكت صوته أو قايل بصوت مخنوق، ده أنا كنت نفسي أدوق، طب كنت سبتيه يدوق في آخر أوقاته لو مرة في حياته. قدرها يا بطاطا. كانت قصيدة بقى عشان